خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان بصفات وخصائص ومميزات، ودعانا إلى التأمل في خلقه، وخلق أيضا الحيوانات والطيور بصفات وخصائص ميزهم بيها. بس لو بصيت حواليك بعين متأملة لقدرة الله والإبداع في خلقه، هتلاقي في صفات مشتركة بين جميع الكائنات الحية، زي الصفات المشتركة بين الإنسان وبعض الطيور في نطق الكلام. أهلا بيكم، إحنا قناة ميكس دوكيومنتري بالعربي، وموضوعنا النهاردة عن أشهر أنواع البغبغانات المتكلمة. البغبغان الرمادي الإفريقي. يعرف البغبغان الرمادي الإفريقي باسم بغبغان الكاميرون أو الغانا، وإنه أكتر أنواع الطيور ذكاء وتفوقا في القدرة على الكلام، وعنده القدرة على التحدث حوالي 200 كلمة، ولو تدرب تدريب مكثف ممكن يوصل إنه يتكلم 1000 كلمة. بيوصل عمر البغبغان الرمادي الإفريقي ل40 إلى 50 عام، ومش بيقدر يتكلم إلا بعد ما يتم أكتر من سنة. بغبغان الأمازون. بيكون بغبغان الأمازون من أفضل أنواع البغبغانات المتكلمة في العالم، وهو بغبغان حيوي ومتسلط وعدواني مع الآخرين، وعنده القدرة على التحدث من 100 ل 120 كلمة، ويمكن لبعض أنواعه التكلم بعبارات كاملة، وبيتميز بوضوح كلامه، وبيتصنف إنه أفضل من البغبغان الرمادي الإفريقي، لكن صوته بيكون صاخب. بيكون متوسط عمر بغبغان الأمازون 70 سنة، وبيكون في عوامل مؤثرة في عمره زي مكان العيشة، التغذية، تعرضه لهجمات من طيور جارحة. بغبغان الراهب. أما عن بغبغان الراهب فحجمه صغير إلى متوسط، وهو طائر يتميز بطبيعته المرحة والحيوية والذكية، وبيتصنف إنه طائر مزاجي، بتتغير طبيعة تفاعله مع الناس اعتماداً على حالته المزاجية، وبيكون متوسط عمره من 20 ل 30 سنة. عنده القدرة على التحدث حوالي 40 إلى 100 كلمة، ورغم صغر حجمه إلا إنه طائر ذو طبيعة صاخبة، وبيتسبب في كتير من الإزعاج، وممكن يكون عدواني إذا تعرض ريشه للنتف. بغبغان الإكليكتوس. ولو اتكلمنا عن بغبغان الإكليكتوس فحجمه متوسط، وبيكون متوسط عمره حوالي 30 سنة، وعنده القدرة على التحدث بشكل جيد، وبتوصل عدد كلماته من 100 ل 120 كلمة، وغالبا ما بيكون أقل مرحا ونشاطا من أنواع البغبغانات الأخرى، وبيتصنف إنه بغبغان صاخب وبيسبب بعض الإزعاج. بيتميز بغبغان الإكليكتوس براسه الكبيرة وديله القصير، وبيكون الذكر باللون الأخضر الفاتح مع اللون الأحمر للجانب السفلي للأجنحة، وبتكون الأنثى باللون الأحمر الزاهي مع اللون البنفسجي للبطن والجانب السفلي للأجنحة. بيكون بغبغان الإكليكتوس موجود في الغابات الشمالية في شبه جزيرة كيب يورك، وفي غابات الأراضي المنخفضة في غينيا، وغالباً بيفضل الطيران فوق الغابات وهو بيصدر صوت الغناء. بغبغان الدرة. بيحتل بغبغان الدرة المركز الأول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية كصاحب أكبر عدد مفردات في العالم، وبيتميز بقدرته على تعلم عدد كبير من الكلمات والعبارات وعلى تطوير المفردات. بس هو بغبغان صوته منخفض جدا، وده بيخلي فيه صعوبة في فهم الكلمات. بتكون عدد الكلمات اللي بينطقها من 120 ل 500 كلمة، وبيكون متوسط عمر بغبغان الدرة حوالي 10 سنين. وفي بعض الدرة اللي كانت بتتربى عند أحد الأشخاص وكان معتني بيها جدا وصل عمرها ل 18 سنة. بغبغان المكاو. بيتميز بغبغان المكاو بقدرته المعتدلة على التحدث، وبتكون عدد كلماته من 30 ل 50 كلمة، وبيتصنف إنه بغبغان مرح ونشيط جدا، بيحتاج لتدريب وسيطرة عالية علشان يكون بيسمع الكلام. بيكون متوسط عمر المكاو حوالي 50 سنة، وبيعرف اسم بغبغان المكاو بإنه اسم شائع يطلق على 18 نوع من البغبغانات الكبيرة، واللي بتتميز بديلها الطويل وألوانها الزاهية، وهي منتشرة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. بغبغان كوكاتو.
بالنسبة لبغبغان كوكاتو، قدرته على الكلام قليلة، ومتوسط عدد الكلمات اللي بينطقها من 10 ل 30 كلمة بس، وبيعرف بامتلاكه أعلى صوت من بين جميع البغبغانات في العالم. علشان كده محدش بيربيه داخل المنازل، وبيطلق عليه اسم فنان الهروب، علشان لو حد استحمل صوته العالي وقرر يربيه داخل القفص بيقدر يهرب من القفص بطرق غريبة ومختلفة. بيكون متوسط عمر بغبغان كوكاتو حوالي 30 سنة. بس كده، دي كانت رحلة صغيرة وممتعة عن البغبغانات المتكلمة واستعراض أهم مميزاتهم وألوانهم الخلابة. يا رب أكون قدرت أشرح بشكل بسيط. في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة من الزرار الأحمر اللي موجود أسفل الفيديو علشان يوصل لكم كل جديد. وأي حد عنده أفكار أو مقترحات يسيبها في التعليقات. دمتم بكل خير.